خلاص انا ما بقتش عارف اقول، لان انا قلت يا جماعه الكلام ده من ثالث ماتش او رابع ماتش، قلت واحنا بنكسب، قلت يا جماعه المدرب ده ما عندوش خطه، المدرب ده ما عندوش فكر، المدرب ده ما عندوش تكتيك، المدرب ده صغير على النادي، المدرب ده ضعيف الشخصيه مع اللعيبه. طب اعمل ايه تاني؟ يعني احنا مستنيين كإدارة وكمسؤولين لما نوصل للدرجة والحالة المزرية دي نبدأ بقى دلوقتي نقعد ونتشاور ونقيم التجربة؟ هو انتوا مش شايفين؟ يعني العب اخر 3 ماتشات ب9 بونت، اخد 2 واخسر 7، والاخطاء هي والاجوان بتخش بيها بنفس الطريقة، والدفاع مش واقف صح، مش فاهم تكتيك ولا فاهم ولا اخد تعليمات من المدرب، ولا ده عارف يقف فين، اي سمك لبن تمر هندي يا معلم، اي ده يقف هنا ماشي، ده يجري، ده يطلع وده ينزل، ما اي كلام اي كلام. هجوم مفيش. كل الاهداف اللي احنا عملناها بمهاره فرديه، وصلت المركز اول عشان لعبت فرق ضعيفه المستوى نسبيا باستثناء المصري اللي كنت انت لعبتك فايقه فيه، والمصري كان متصدر وانت عايز تاخد منه الصداره وعايز تهده وترجعه 3-0. لو شفتهم حتى الاجوان كمان، الجون الاولاني يعني عدي بيشوطها كده وهي على خط المرمى اصلا، والجونين التانيين برضو يعني ايه، كرة تخبط وتعدي وده يحطها بوش رجله، اي كلام يعني. مفيش هجمه، مفيش جمله، مفيش تفصيله، هات لي اماره واحده عشان اقول لك استنى. مفيش لا وينج عارف يتحرك ازاي، ولا نص ملعب عارفين يوقفوا ازاي، ولا مدافعين عارفين تمركزات صح، ولا باكات بيطلعوا بيزيدوا بيرجعوا يغطوا، لياقه بدنيه زي الزفت، لعيبه زي الزفت، ازمه ماليه طاحنه، طبعا ازمه ماليه طاحنه خلت اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم بقى في النادي، وهجيب اللعيب ده وهجيب اللعيب ده، واي لعيب بباريزه واي لعيب بريال واي واحد بربع جنيه واي مدرب ب3 ساغ، وقفل مراكز واحشي مراكز وقول للجمهور واعمل فيديوهات وعملنا صفقات. طب احنا عملنا كام صفقه؟ شوف كده الصفقات اللي عملناها: عدي الدباغ، عمرو ناصر، شيكو بنزا، بزيرة، ادم كايد. فيهم مؤثر فعلا واستفدنا منه في خلال ولا واحد. مش عاجبك رايي باشا براحتك عادي، انا بقول لك رايي، انت مش عاجبك براحتك، انا ما احجرش على براحتك خالص، لكن انا بقول لك ولا واحد. بما فيها بزيرة، ايوه بما فيها بزيرة، مش عشان بزيرة وحش، عشان المدرب مش عارف يلاعب بزيرة صح، المدرب مش عارف يدي لبزيرة تحركات معينه يفك بيها المسكه اللي بيبقى ممسوكها في الملعب، مش عارف يلاقي له حلول. عندك مهاجم كواليتي كويس، لكن الفرصه اللمسه الاخيره قدام الجون بنسبه 90% بيضيعها. عدي الدباغ، عمرو ناصر شفناه النهارده ما فيش برضه، يعني احنا ما ننزل ماتش الاهلي حاجه قلنا، انا قلت لك وتابع صفحه الفيسبوك عندي سكواد جرينتا، انا قايل لك ما تحكمش على لعيب الا بعد ما يعدي 3 و4 و10 عشان تبدا تحكم عليه وعلى ثبات مستواه. بطلوا بقى احنا جمهور الزمالك نبطل بقى واحد يلعب لي لعبه حلوه ويرقص رئيس حلو ويقول عليه ده نجم وفنان وهشيله في الاعناق واقعد اهتف له. بطلوا بقى الحركه، احنا بيضحك علينا واحنا نستاهل، عشان احنا فعلا طول حياتنا بننفخ بلالين وفي الاخر البالونه بتتفرقع بوم في وشي، البالونه بتفرقع في وشي عشان ما بنتعلمش، عشان ما بنشغلش دماغنا. كل حاجه عندنا ده العاطفه القلب، لكن ما عندناش مخ. شيكو بنزا لعيب ولا بجنيه، انا مالي سريع ولا مالي طويل ولا مالي، لعيب ولا بجنيه. ادم كايد ولا بجنيه، اللعيب الوحيد اللي عندك في الفرقه راجل عنده 41 سنه المفروض اصلا يعتزل اساسا، هو اللعيب الوحيد اللي شايل الفرقه، وبسم الله ما شاء الله هو اللعيب الوحيد اللي بيأدي، واللعيب الوحيد اللي بيلتزم، واللعيب الوحيد اللي بيصنع لك فرص. الراجل بيعمل كل حاجه في الملعب، الراجل بيلعب مدافع وبيلعب صانع العاب. ناصر كوستا، ايه ده يا ناصر هو انت جاسوس الاهلي بعتك عندنا يا ناصر؟ ما تقولها من الاخر، قول انا جاسوس جاي من الاهلي عندكم عشان اضيع الهجمات عليكم وافسد لكم الهجمات وكانكم بتلعبوا واحد، ولا مفيش يا ناصر، اقسم بالله مفيش يا ناصر. هنقول ايه؟ كل ده نتيجه اللي بتنافس وعايزه تاخد بطوله وعايزه تنافس على بطوله ويبقى نفسها طويل، بيجيبوا لعيبه كواليتي يا جماعه. لازم الفرقه لو هتنافس على بطوله لازم يبقى عندها لعيب كواليتي، لازم يبقى عندها لعيبه كواليتي. حسام عبد المجيد اللي طالع بيه السما، اتفرج يا عم شوف مستواه، ما بيعرفش يتمركز. حسام عبد المجيد ما بيعرفش يتمركز،
بيتضرب على طول في اي كوره، المهاجم يقطع من وراه ويسكه ويحط جون، او يديها اللي جاي من ورا في الجون. محمد اسماعيل احسن منه. محمد اسماعيل، انا مش بقول محمد اسماعيل نجم وبتاع، لا لا لا، خلاص بطلت احكم على لعيبه، مش هحكم على لعيب ولا هقول لعيب جامد او لعيب موسم والاقيه ثابت على مستواه. محمد اسماعيل لغايه دلوقتي رابع ماتش اهو ثابت نوعا ما على مستواه، من بعد يعني ما الونش خد الطرد، ثابت نوعا ما على مستواه. حسام عبد المجيد مفيش. بنتايج، تعالى بقى بنتايج، عشان انا بصراحه سكت لك من زمان وعمال افوت لك واعمل نفسي مش شايف واقول يلا يا بنتايج في ايه؟ انا كده كل ماتش جون بيخش فيها بغلطه منك يا بنت. ما انا جايبك محترف يا عم وبدفع لك دولارات يا عم عشان كل ماتش تسكني على قفاه، ترقعني ضربه جزاء في وقت زي ده، تفوق الاهلي عليا تاني. ماتش النهارده تلعب الكره بالشكل، والله العظيم والله العظيم ابني ما يعملهاش كده، ابني ما يلعبش الكوره كده. انت اخر واحد في الملعب تلعب الكوره بالشكل ده، بالهيد ده، بالطريقه دي، يا اخي طلعها في نص الملعب يا اخي، شيء قدام كده والعبها في نص الملعب. لكن ايه يا عم، في ايه يا عم؟ في انتوا تعبانين يا جدعان، انتوا تعبانين. ناصر ماهر اللي ما فيش ولا بيشوط ولا بيعرف يشوط، او بيعرف يشوط وبيستهبل، والله العظيم ما بقيت عارف. اللي بشوفه بقيت اشك في كل حاجه، اللي انا بشوفه وبشوفه من الصفحات بتاعت بتشككني في كل حاجه، لان فعلا في حاجه مش مظبوطه. ما انا اكيد طبعا مش صدق صفحات الاهلي يعني، لكن انتوا كلعيبه بتخلونا نصدق حتى واحنا مش متيقنين من جوانا، احنا عارفين ان دول بيهروا وبيكذبوا وبيقولوا اي كلام، لكن انتوا بتدوهم الفرصه ان هم يحطوا لنا السم في العسل، واحنا لما نيجي نحلل نشوف نلاقي كلامهم صح. الواد ده ممكن يكون جاسوس عندي يعني. ايه منك انت؟ انفرادين في ماتش الاهلي، واحد يشوط الكره برعونه كده في ايد الشناوي، والتاني حط فيها بطن رجله عايز يعمل لي فيها رونالدينيو. يا عم انت ايه يا عم؟ ولا فكرت نفسك كوستا بجد؟ ما تصحى يا عم ناصر، ولا ما تصحاش؟ انت كده كده اصلا وجودك ما عادش تكون فاهم يعني ناصر، انت وجودك في الملعب مش مقبول بالنسبه لنا خلاص. زيك زي بقى ايه يا نيك فريرة. تعالى بقى يا نيك فريرة بقى، انت بقى ليك قصه كده معايا. انت ايه يا اسطى؟ انت حكايتك ايه معانا يا اسطى؟ انت اتحدفت علينا من انهي مصيبه يا اسطى؟ قول لي كده، انت يعني جيت لنا من انهي داهيه؟ ومين اللي جابك؟ جون ادوارد؟ يا عم جون ادوارد، انت مش شايف يا عم؟ ولا انت ممشيها وكيل بقى وسمسار بقى، ومش عايزين نتكلم يعني في كلام ملوش لازمه يعني، بس يعني المفروض الاداره، اللي سمعته ان الاداره كانت مش مقتنعه بيانيك بعد ما شاف اللعب والمستوى والقرف اللي شايفينه في الملعب، تمام؟ وقال انت قلت انت لا بقى انا مش نكمل التجربه. تجربه ايه؟ تجربه اللي هكملها استنى على واحد زي ده؟ تجربه اللي هكملها؟ ما الجواب بان من عنوانه يا عم. يا عم 10 ماتشات اخد منهم 18 بونت يا عم، خسران 12 بونت من 30. انت مستوعب؟ مستني المدرب يخسر ايه تاني؟ الموسم اللي فات اللي كنا بنقول الزمالك مستواه واقع وتعبان ومفيش خالص وموقوف قيد ومتنيل، في 10 ماتشات جايب 20 بونت يا اسطى. الموسم ده نازل الدور الاول فيه 20 ماتش، اول 5 ماتشات انت جبت منهم كام بونت يا اسطى؟ 5 ماتشات ب 15 بونت، انت جبت 10 بونت يا اسطى، خسرت 5 بونت، يعني بنسبه 70%. جبت ضماد بنسبه 70% وخسرت 30%. هل ده كان مقبول بالنسبه لنا؟ هل ده كان مقبول بالنسبه لنادي الزمالك؟ قطعا لا. قلنا لازم تعلي ووضع مش عاجبنا والامور مش عاجبانا، قلنا الشوط الثاني لازم، الاسف ال5 ماتشات التانيين لازم الربع الثاني يعني لازم الامر يتحسن. فوجئنا بالخمس ماتشات التانيين البي جايب 8 بونت من 15، يعني بينزل مش بيطلع. تقوم تقول نقيم تجربه ايه اللي نقيمها؟ الماتشات اللي بعد كده يجيب لي 4 بونت من 15. هو في عين يا عم وفي عقل وفي دنيا وفي ناس بتفهم وفي مش عارفين انتوا تفهموا؟ اسمعوا لنا يا جدعان، اقعدوا اسمعوا لنا يا جدعان. ولا انتوا كل واحد تمام العربيه والفيلا والفلوس والملايين، اللي بالنسبه لنا ماتش الزمالك ده روحنا وعمرنا وسعادتنا. انت بتخسر الماتش بتروح تتعشى في احسن مطعم وتقعد في احسن كافيه وتركب احسن عربيه. احنا عم بالنسبه لنا الماتش ده هو سعادتنا كلها. ليه تعملوا كده؟ ليه ما بتحسوش بينا يا جدعان؟ المدرب ده يمشي النهارده. ما تقوليش فتره توقف، المدرب ده يمشي النهارده فورا وحتما دلوقتي ولا بد. الاداره توجه له الشكر ومع السلامه. انقاذ ما يمكن انقاذه. لازم يتم تغيير المسار، ولازم يتم ضبط المسار بتاعنا، لان احنا بصراحه رايحين داخلين في حيطه، اقسم بالله داخلين في حيطه، وما هنحصل ثالث ولا رابع حتى بالمنظر ده، اقسم بالله ما هنحصل ثالث ولا رابع. افريقيا ايه اللي هلعبها يا عم؟ افريقيا ايه يا عم اللي هلعبها بالله؟ لاعب صن داونز والترجي والوداد ولا الرجاء
ولاعب فرق بتاعت افريقيا في عز الظهر، هلاعب الفرقه دي اللي عندنا هنا في مصر بعد 15 دقيقه ولا تلت ساعه بتقع بدنيا، اروح العب في افريقيا والجو والرطوبه بالمدرب ده وباللعيبه دي؟ لا 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 لا، كده كده يا جماعه ما ينفعش. الامور كده مش ماشيه ومش هتمشي، لان بصراحه محدش حاسس بده، محدش بيحب ده، محدش بيحب ده، محدش بيعشق الكلام ده. كله مقضيها مصالح وسمسره وفلوس ومصالح وكرسي ومكانه اجتماعيه ووضع اجتماعي. يا جدعان طب وده؟ احنا ده ملكنا احنا. اسف يعني، لا ملك الكابتن حسين لبيب ولا ملك جون ادوارد ولا ملك مساعدين ولا ملك اداره ولا ملك مدير فني ولا ملك لاعبين. ملكنا احنا. اللعيب بيجي له فلوس زياده بيسيبك ويمشي، احنا اللي قاعدين، احنا بتوع النادي، احنا اللي مع النادي. بكره الصبح لازم اسمع قرار اقاله يانيك فيريرا فورا واستفيد بفتره التوقف الدولي دي. جيب بسرعه مدرب، مش شرط مدرب اجنبي. انا مش بقول لك هات مدرب اجنبي، هات مدرب مصري. كان معاك ايمن الرمادي، راجل محترم وراجل عنده فكر، اسيبه وامشيه ليه؟ طب ما احنا قلنا يا جدعان رجعوا ايمن لما 5 ماتشات وشفنا الراجل ده مستواه زي الزفت كده، قلنا يا جماعه بسرعه بسرعه مشوه، هاتوا ايمن الرمادي يا جماعه. كان لسه ما مضاش في البنك الاهلي، كان لسه ما مضاش. انا ماشي ده وما اخدهاش حجه انا مش هعرف اجيب مدرب اجنبي واقول اصل ما هو الاهلي برضه هو ما عارفش يجيب. لا يا حبيبي، انا ما اجيبش مدرب اجنبي، انا معيش فلوس اصلا مدرب اجنبي. وبالشكل ده كده مفيش فلوس، مش عارف ادي اللعيبه فلوسها، اروح اجيب مدرب اجنبي ادفع له بالدولار؟ اجيب مدرب مصري، مدربين مصري، واجيب مدرب زملكاوي مصري يزعق في اللعيبه، يقف على الخط يزعق لده ويزعق لده ويشتم ده، وقف هنا صح عشان اللعيبه تتحرك. لكن اجيب مدرب واقف لي على الخط عامل لي كده، والنهارده عينيه عماله تقفل، فكرني بالليمبي، عمال مش عارف عينيه عماله تعمل ايه وبتاع. ده يا عم ده عينيه بترف يا عم، ده خايف، ده بيخاف من اي حد، ده بينزل يشوف الفرق بيخاف منها، مش عارف هو بيدرب مين. والله العظيم انا والله ما كنت هسجل النهارده ولا كنت هعمل حلقه النهارده، لان انا بصراحه محروق دمي بصراحه، اقسم بالله انا محروق دمي بصراحه. انا تعبان جدا جدا من بعد الماتش. حتى فريق قناه الاسماعيلي ده انا مش عارف والله العظيم طلع ازاي من المحتوى، والله ما عارف الفريق ده طلع ازاي من المحتوى. وجاب جونين في الاهلي كده، جونين سكلانه كده يعني جونين سكلانه بصراحه يعني. الاهلي جايب 3 وخلاص بقى اللعيبه فكت ومرحرحه، تانيين حطوا فيهم جونين، واحد شوطه واحد كده كره بالعرض يعني وكان ممكن الشناوي يجيبها وكان ممكن تخبط في رجل كوكا وما تخشش اصلا. والكوره اللي الراجل شاطها مع يومي ده اللي هو الوينج بتاعه الشمال، برضه كان ممكن حد من لعيبه الاهلي لو كان في ضغط عليه ما كانش شاطها بالشكل ده، ما كانش الاهلي بعد ما يبقى مركز 15 وانا المركز الاول يجي طك 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 وانا ايه، هو طك 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 وانا عمال طك 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 طك. انت واخدت بالك من المنظر؟ طك 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 طك، هو شغال طالع وانا شغال انزل شغال لغايه ما بقى معايا بقى، مش هو معايا بقى لو جيت حسبتها بالورقه والقلم صح وبالفرص. هو دلوقتي راكبني، ما تقوليش ما لا هقول، هو دلوقتي راكب الجدول يعني، عشان المرضى النفسيين والناس المتخلفه واللي مش متربيه زي ناس كتير جدا في الصفحات التانية اياها مش متربيين اللي بيستخدموا الالفاظ دي. انا اقصد راكبني في الدوري. الالفاظ التانية والحاجات التانية دي انا ممكن اقولها بسهوله وممكن السن عليك بسهوله، ممكن اقول لك الفاظ من اللي انت بتحبها بسهوله، لكن انا مش طريقتي. انا ناس الحمد لله ناس متربيين، واحنا عموما يعني عموما معظم مش كله عشان ما اعممش ما فيش حاجه كامله، معظم محترم وجمهور متربي وابن ناس، لا هو عشوائي ولا جمهور غائي ولا من بتاع زيطه ومش. فارجو، انا مش هقدر اطول اكتر من كده لان والله العظيم فعلا تعبان، فعلا تعبان وعرقان ومش طايق نفسي. اتمنى من اداره الزمالك النهارده سرعه تصحيح مسار نادي الزمالك، اتخاذ قرار النهارده، يتم اتخاذ قرار باقاله يانيك فيريرا واسناد المهمه لمدير فني مصري زملكاوي كفء، وهم كثر. مش هقول لك اسماء، مش هعد لك اسماء، مش هحاول ان انا ازكي حد عن حد، لكن انا هقول في لجنه كوره، في ناس تقعد جوه نادي الزمالك يقدروا ياخدوا القرار ويختاروا مدرب بعنايه، تمام. وحته ان انا اسيب بقى جون ادوارد يقول لي هنكمل التجربه وانا هنقيم التجربه في اخر الموسم، انا مستعد يا جون اقيم التجربه معاك واصبر في حاله واحده، اقسم بالله. تعالى يا عم جون قول لي هتصبر عليا، انا بقى راجل زملكاوي، ما هو انا لازم هديك حاجه هصبر، هديك صبر، هديك صبر. تديني ايه؟ تديني مكافاه على الصبر ده، المكافاه دي يا الدوري يا اما 100 مليون جنيه. مش كتير على الزمالك يا حبيبي، انت عارف يا بابا يعني. لو انت مش عارف انا اعرفك قيمه الشعار ده ايه.
لو انت مش عارف ايه 100 مليون جنيه، لو مش هتجيب لي الدوري قيمته 100 مليون جنيه، ده زيزو البالونه ب 100 مليون جنيه. زيزو البالونه اللي بيمشي كيف على وشه 100 مليون جنيه. طبعا الاهلاويه طبعا صغير، ولا جاب عشر مستواه مع الزمالك، ولا هيجيب. كان امام عاشور جاب، مع ان امام عاشور جاب الوقت كان شايل فرقتكم، بس حتى وهو في عز فورمته معاكم وشايل فرقتكم ما جابش نص مستواه مع الزمالك، ولا هيجيب. كذلك بن شرقي ما جابش 1% من مستواه مع الزمالك، ولا هيجيب. اللي هو حط كرة النهارده جميله بصراحه، بس عادي يعني، جون عادي يعني. الجون بتاع اللعيب بتاعنا بتاع منتخب الشباب اسمه عمر خضر احسن منه 100 مره. نفس الكوره على فكره، شفت جون عمر خضر جابه بشكل افضل من ده 100 مره، مع ان عمر خضر راجل بيلعب في مباراه مصيريه في الدقيقه بلس 94 تقريبا او 95 تقريبا، تمام، وضغط وبتاع، ولعيب صاحبه كان هيشوط وهو دخل يشوط مكانه، فالضغوط طبعا شديده جدا. لعيب صغير ناشئ اهو حطها احسن من بن شرقي، فما تزيدش قوي يعني، على ما جابش 1% من مستواه مع الزمالك. ولا عمر اسف، ولا امام عاشور جاب 50% من مستواه مع الزمالك، ولا زيزو جاب 10% من مستواه مع الزمالك، ولا هيجيبوا. عشان بس تبقوا عارفين، جون ادوارد يا قدامك حل من الاثنين انت والاداره، يا هتمشوا يا نيك فيريرا وتشوف مصري زملكاوي كفء يدير الفرقه ونديله كل الصلاحيات وندعمه في يناير. الحاجات اللي هيطلبها يدعم بيها في يناير. مش هينفع اللعيبه دي تكمل معانا بقيه الموسم بالشكل ده، والله ما ينفع، والله مع العظيم. مركز رابع، اقسم بالله ما هنجيب، ما هنوصل رابع، لان فرق الدوري قويه، الفرق كلها بقت قويه. شوف النهارده كهربة الاسماعيليه لاعبين الاهلي، لما لقوا الاهلي جاب فيهم ثلاثه العيال زمت عليهم حطوا فيهم اثنين، لولا الجون بتاع بن شرقي اللي همد لعيبه كهرباء الاسماعيليه كان ممكن يجيبوا الثالث ويتعادلوا. شوف النهارده الغزل المحله بيلعب زون ديفنس وبيلعب لو بلوك ومقرف ولعب على راح بواحده غفلك جون 1-1 تعادل معاك، خسرك 2 بونت. كذلك الجونه خسرك 2. يا اما الراجل ده يمشي ونجيب مدير فني مصري مصري زملكاوي كفء. كلام موجه لجون ادوارد على وجه، هنستنى جون ادوارد وهنسمع كلامك وهنمشي معاك تجربه وهناخدها معاك لغايه اخر الموسم، واخر الموسم هنقيم التجربه. لو خدنا الدوري هنشيلك على راسنا وهنقول انت مفيش منك، واحنا كلنا، انا هقول على نفسي انا ما بفهم، الراجل ده بيفهم، وانا بعد كده مش هفتح بقي ومش هتكلم. يا اما تعوض نادي الزمالك ب 100 مليون، ماليش دعوه منين، انا ماليش قصه تجيبهم، تبيع عربيات، تبيع فيلل عندك، تاخد تعوض نادي الزمالك ب 100 مليون جنيه عشان ينعيشوا خزينه النادي، ويقدر النادي ان هو يعوض فقدان الدوري. اجيب لي بقى 2 3 4 لعيبه كويسين يبداوا معايا الموسم. والله العظيم انا قادر اقولها، اقسم بالله انا بتكلم في الموسم الجديد من دلوقتي والله. بس انا شايف قدامي، شايف ايه لو مدير. دي كانت حلقه النهارده في سكواد جرين. اتمنى، ما علينا يعني، اللي قاعد يتفرج على الفيديو انا بشكرك شكرا جزيلا. اللي شافني وعجبه، انا راجل بحبك وبعشقه، ما بغلطش في اي انديه تانية، شفتني اللي بغلط فيه بطلع مشاعري. الحمد لله انا بفهم كوره يعني على قدر، الحمد لله بعد نفسي ان انا بفهم شويه في الكوره لان انا لعبت. فاتمنى من دعمكم وفعل زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو يوصلك وتقدر ان انت تشوف في قناه سكواد جرينتا. قول جو زمالك جو زمالك جو زمالك.